كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، يا ربنا يجعل ايامكم كلها سعادة وفرح وكل الحاجات الحلوة. قلت بقى ارجع لكم كده بفيديو صغير وما طولش عليكم، وقلت نجهز ليلة العيد. يا ليلة العيد انستينا وفرحتينا. وبقى انت عارفين ليلة العيد لازم بقى نجهز حاجاتنا عشان اللي هيقولنا الصبح، وكمان العيدية فاكرين زمان كان يوم الوقفة ده لازم يبقى ليه هدوم جديدة، ويوم العيد لازم هدوم جديدة. اتربينا وعشنا وكبرنا على الوضع ده، وكمان لازم نعمل كده مع أولادنا. فحبيت بقى أجهز معاكم حاجتي بالليل كده، يعني ما كانتش بالليل قوي، كان بعد صلاة الفجر كده قلت أظبط، وكمان نبخر الشقة بتاعتنا عشان حقيقي شقتنا تبقى ريحتها فل وجميلة بعد تنظيفات العيد. مش هكدب عليكم والله، بصوا انا ما عملتش البسكوت في البيت والقرايش انا عملته كله بره. البسكوت والقرايش عملتهم بره، يعني ما كنتش قادره اعمل وكنت عامله كميه. فجبت بقى الشياله بتاعتنا كده القمر دي، وقلنا نرص فيها حاجتنا. واحنا بنرص كده نفضل بقى ايه، نقول شعائر ربنا ونكبر ونقول الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بص أنا تعودنا كده وطلعنا لقينا أهالينا بيعملوا كده فتربينا على كده. عشان كده لازم نربي ولادنا برضو، ولازم يحسوا بفرحة العيد ويعظموا الشعائر بتاعت ربنا، ونقول التكبيرات، لان التكبيرات دي في حد ذاتها فهي فرحة لوحدها. عملت بقى هنا كوكيز، انا اللي كنت عملته، وعملت البيتفور في البيت. ان مهما تعمليه في بره ما بيطلعش زي بتاع البيت، بيبقى طعم مختلف تماما. فانا عملت البيتفور وعملت الكوكيز في البيت، اما البسكوت والقرايش ده في الفرن.